هتقدري تعمليه بسهولة جدا وتقدميه لولادك وتفرحيهم بيه وهيتبسطوا منه جدا. بصي ارتفاعه قد ايه، عملناه اقتصادي وموفر وبحاجات بسيطة جدا ومكوناته هتعجبك جدا، من غير بيض ولا سمنة ولا لبن، هش جدا. ده دليل على الطراوة بتاعته، على ان هو مستوي بطريقة صح. الله على الجمال، هش وخفيف وفي منتهى الجمال. عشان ما اطولش عليكي تعالي نخش على الطريقة على طول ونشوف عملناه ازاي. اول حاجة معايا بولة كده هحط فيها كوباية ونص سكر، كوباية المج العادية اللي احنا بنستعملها دي بتاعة الشاي، كوباية واحدة هي اللي هعاير بيها كل المقدار. هنزل عليها بكوباية ونص مية، دي هنا عندي مية سخنة، يبقى كوباية ونص سكر عليها كوباية ونص مية سخنة. هبتدي بقى ادوب السكر كده مع المية، ابتدي ادوب كده لغاية ما السكر يدوب مع المية. بس كده السكر ده كويس في المية، هبتدي انزل عليه بربع كوباية زيت. نقلب كده برضو الزيت مع السكر والمية. بقى اجيب كوبايتين دقيق من نفس برضو الكوبايات اللي انا عايرت بيها، والدقيق ده انا نخلته قبل كده وهنخله معاكم تاني دلوقتي. هنزل كده بالدقيق واحنا بننخله. خلاص كده الدقيق هبتدي انزل عليهم ب3 معالق كبار كاكاو خام، ويفضل يكون نوع نضيف، وهنخله برضو. يبقى كوبايتين دقيق 3 معالق كبار كاكاو خام. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة بيكنج باودر، وفي هحط معلقة كبيرة خل والبيكنج باودر بيبقوا مادة رافعة، عشان انا ما عنديش بيض. كيكة اقتصادي او صيامي او نباتي، بس بتبقى طعمها جميل جدا وهتعجبكم. هحط عليهم بقى ذرة ملح كده بسيطة، وهحط عليهم كمان كيس فانيليا. هبتدي بقى اقلب المكونات دي كلها كده، خليهم يختلطوا كويس لغاية ما الخليط كله يتجانس مع بعض. خلاص كده بعد ما الخليط اتجانس كله واتقلب بالطريقة دي مع بعض، بصي قوام الكيك عاملة ازاي، ريحة الكاكاو فيها كمان عشان مستعملة كاكاو خام اسباني، مدياه ريحة رهيبة كأنها ريحة شوكليت كده. تمام، هبتدي بقى اجيب عندي قوالب الكب كيك، وممكن تعمليه في صينية مفيش مشكلة، واحط الخليط بتاعي جوه كيس عشان اقدر انزل بيه بسهولة جوه القوالب بتاعتي. مش هملاها قوي، هملى يدوبك لغاية كده ايه 3/4 كده كفاية قوي. طريقة الكيس دي بتخلي الخليط ينزل معاكي بسهولة من غير ما تهدري فيه ولا الدنيا تتبهدل معاكي. شوفي بسهولة ازاي بتقدري تحطيه في القوالب. هكون مسخنة الفرن بتاعتي من اول ما ابتديت احضر في الكيك. هبتدي بقى ادخلها الفرن على درجة حرارة عالية، وهكون مسخنة الفرن قبلها من اول ما ابتديت في الكيكة زي ما قلنا. مش هفكر افتح عليها قبل تلت ساعة، هفتح الباب بالراحة خالص وابص عليها، اشوف لو لقيتها ارتفعت واختبرتها كده بطرف الخلة او بطرف السكينة من نص الكيكة ولقيتها استوت، خلاص كده هطفي عليها، سويها ونرجع مع بعض. وده كده شكل الكب كيك معانا بعد ما طلع من الفرن. هو اخد بالظبط تلت ساعة معانا. عايزة اقولك خفيف جدا وهش يعني في منتهى الجمال، هيعجبك جدا، وحاجة خفيفة واقتصادية ونباتية. مكوناته زي ما شفنا بسيطة قوي، وهيطلع معاكي بنتيجة زي ما انتي ما شايفاه كده. تقدري تحطي عليه كريم شانتيه وتزينيه بكريم شانتيه، تقدري تعملي صوص شوكولاتة وتزينيه بيه. انا حاطة هنا ده فارماسي شوكولاتة ملون، وتقدري كمان تقدميه ساده خالص ما تحطيش عليه حاجه. جربي الطريقه دي وقولي لي ايه رايك فيها، ولو عجبتك الطريقه ما تنسيش تحطي اللايك الجميل وتعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس وتخليه على الكل، تعملي مشاركه للفيديو عشان الطريقه توصل للكل. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.